خير يا يوسف؟ ايه اللي جابك؟ صراحة أصل أنا بصراحة جاي عشان أقول لك إن أنا ظبطت موضوع الحفلة يعني بتاع بنت معالي الوزير وإن كل حاجة 100 فل و14 يا حاج. براو عليك يالا، جدع. بس اعمل حسابك، انت هتكون معايا ورجلك قبل رجلي في الحفلة دي. أمال إيه يا حاج؟ أمال إيه؟ الله، أمال ما أنا لازم أظبطها بنفسي عشان أرفع راسك قدام معالي الوزير، أمال إيه؟ تمام تمام. بس انا حاسس كده ان في عندك حاجة عايز تقولها، كنت تقولها في الموبايل. ايه اللي خلاك تسيب الوكالة وتيجي المشوار ده؟ لا مش نظرية حاجة يعني، أصل برضه أنت واخد أجازة من الشغل بقالك كتير ما خدش أجازة، مش عايز أشغل بالك كده بحاجات يعني، وأنت ما صدقت تبعد عن الشغل ومشاكله يا حاج. المهم ايه الحكاية؟ اقول. كمال. كمال مين يالا؟ كمال ابنك ماله كمال؟ جاب أمه وجم قعدوا في الفيلا. امه ايه وفيلة ايه اللي قعدوا فيها؟ فيلتنا يا حاج. فيلتنا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ كمال وامه يعني ايه؟ الكلام ده حصل امبارح يا حاج. امبارح؟ وازاي ما تقوليش على طول؟ يا حاج ما انا جيت اقول لك لما كان حفظي قاعد معاك هنا، انت قلت لي لا الدنيا مش هتتهد وسيبني بعدين. لا ده كده الدنيا تتهد وتتدردك وتتنيل بنيلة، ده انا هخرب بيته وبيت امه. والله طب ما انا ما سكتلوش يا حاج، ده انا شبطت فيه وكنت هعمل جنايه معاه، لولا بس ان خاطر نط في دماغي قلت لو الحاج جه ممكن يغلطك ياض، فارجع واقول له. اغلطك ايه بس؟ خلاص اسبقني يلا وانا جاي وراك، انا هخرب بيته وبيت اهله. وفيها ايه بقى ان شاء الله؟ الاستاذ ايهاب طلب مني اعمل له قهوه، عملتها له وطلعتها له. وما ندهتيش عليا ليه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كل ما اجي اطلع فوق لازم اخد منك الاذن؟ لا بس يعني كنت تطلعها بدالك. ما تقلقش يا اخويا، لما تبقى رجلي تعطل هبقى اقول لك. ايه يا جنة؟ مالك؟ كلامك مش عاجبني. مفيش يا سي وحيد، اصل الصراحه يعني انت زودتها معايا قوي، واقف لي على الواحده. خايف عليكي. ما تخافش عليا يا اخويا، انا خوف بلد. عن اذنك. هتخرج تروح فين يا حاج؟ ما انت سبق سالتي وقلت لك رايح مشوار. ايوه عايزه افهم مشوار فين. الله، وانت مالك انت؟ وانا مالي؟ هو انا طيشه ولا ايه؟ طب ما انتش خارج يا سيد. ما اناش خارج؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت فاهمه يعني ايه ما اناش خارج؟ غور من خلقتي. ده ايه ده؟ انا لما ابقى اعمل مشواري هبقى اكلمك في التليفون. بالسلامه والقلب دعيلك، ما تقطعش الجوابات وسلم لي على الظروف يا حاج. ايه النيله دي؟ انت قافله الباب بالمفتاح ولا ايه؟ ما قفلتش حاجه. امال فين المفتاح؟ هاتي مفتاح. ما بسلفش حد حاجه. بقول لك ايه تسلفي ايه؟ انا خلاص مش طايق نفسي، دماغي سخنه هطلع عينك. على ايه يا حاج؟ ولا تطلع عيني ولا طلع عينك، المفتاح اهو. حاجه تقرف. ماشي يا سيد، اما لففتك حوالين نفسك ما بقاش انا دلال. ايه يا كيمو الاخبار؟ مفيش جديد. انت عامله ايه يا حاجه دلوقتي؟ الحمد لله. مفيش اخبار عن بابا يا حاجه فردوس؟ ابدا والله مفيش. انت عارف يا كمال، الحمد لله ان انت جيت قبل هو ما يجي. عارف لو كان موجود لما وصلت هنا كان زمانه عمل مشاكل بالهبل. المشاكل كده كده هتحصل، وانا بقى مستعد لاي حاجه. كمال بلاش تقدر البال قبل وقوعه. هيقع. ما يهمنيش بقى يقع دلوقتي ولا يقع بعدين. طيب انا عندي شويه شغل كده هروح اعملهم، ولو عايزين حاجه وانا جاي قولوا لي، لو عايزه حاجه يا حاجه قولي. ربنا يكرمك يا ابني. كمال انا عايز انصحك نصيحه، لما يجي يخليك بارد اوعى يستفزك، هو شاطر جدا في الحكايه دي، اهدى كده عشان تعرف تاخد حقوقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. من حلال نصرف فيه. ايه ده يوسف؟ انت ايه اللي معادك هنا؟ انا مش داخل جوه طول ما البلاوي دي جوه، لو دخلت جوه هصور قتيل دلوقتي، انا مستني الحاج اما يجي. هو ابوك جاي؟ في السكه.
وانت قلت له ولا ايه؟ طبعا. ايه بقى؟ اذا الحرب اتيه لا ريب فيها. امشي انا يا باشا. انت رايح فين؟ عندي شغل، عايز مني ايه؟ شغل ايه يا عم ايهاب؟ مش استنى لما تشوف الدنيا اللي هتولع دي لما ابوك يجي؟ يا عم لا هتولع ولا هيحصل حاجه. ابوك هيتعصب له شويه وبعدين هينزل على ما فيش. يعني ايه ينزل على مفيش؟ يعني يبقى الوضع على ما هو عليه. كمال اخوك المره دي جاي قاطع. انا من رايي بقى تحط له السرير اكسترا في اوضتك. انت ايه يا عم انت؟ الله، انت ايه الضحكه اللي على وشك دي اللي انا مش فاهم؟ انت فرحان قوي ليه كده؟ يا عم انا لا فرحان ولا حاجه، انت هتلبسني توم ولا ايه؟ اتصرف. سلام. ده برضه بيضحك. الحاج جه اهو. اهو جالك يا عم كمال. جالك يا فتاكه. عيطت. جاي يعرفك شغلك دلوقتي. الحاج وصل. كمال يا ابني عشان خاطر اوعى ترد عليه، اغزي الشيطان. ايه ده؟ ايه ده؟ جرايه وليا؟ انت جاي تلاقي جدتك عليا ولا ايه؟ وجاي لي هنا في فيلتي؟ قومي من هنا بدل ما انت جاي انت وابنك ترمي بناكي عليا. صحيح اللي اختشوا ماتوا. اخرسي قطع لسانك. بس كويس انك جايبه الزفت ابنك معاكي عشان ياخدك وتغور وما ترجعوش هنا تاني ابدا. ابني مش زفت، تقولش عليه كده. ما هو اصل لو انا زفت يبقى العيب فيك انت اللي ما عرفتش تربي. عندك حق، انا فعلا ما عرفتش اربيك. انما انت ازاي يا كلب تجيب امك وتتهجموا على الفيلا هنا وانا مش موجود؟ انا ما اتهجمتش على الفيلا، انا جيت اخد حق امي، حق امي اللي استحليته وبيجري جوه دمك بالحرام. اخرس اخرس يا حيوان. انت اللي 60 حيوان. ماشي انا بقى اوريك مين فينا اللي حيوان يا حيوان. معقولة اللي بيحصل ده يا بابا؟ حضرتك سايبهم يتخانقوا كده وانت واقف؟ سمر مالكيش دعوه انت، ولا خد امك واخرجوا من هنا دلوقتي حالا، والا هخلي الليله دي اسود ليله هتشوفوها في حياتكم. انسى انسى على ايه؟ يعني مش هخرج من هنا الا على جثتي واعلى ما في خيلكوا اركبوا انت وابنك ده. للدرجه دي؟ طب اقسم بالله لو ما خرجت انت وامك دلوقتي لهدفنكم مكانكم هنا. تدفننا هنا ليه؟ هو انت بقيت تشتغل تراب اليومين دول ولا ايه؟ تراب يا كلب؟ طيب استنى. ايه اللي انت بتقوله لابوك ده؟ انت تصدق ان انت حيوان فعلا؟ خلاص بس يا سمر الناس تخاف ولا تختشيش. يا لهوي يا مسكتي، اغزي الشيطان يا حاج. ابعدي عن خلقتي. ايوه خليتك ابعدي يا سمر. ما حدش فينا بيا. انا مش طايق نفسي. ولا اخر فرصه قدامك عشان تخرج بره البيت يا كلب. انا مش كلب ومش همشي. يا جدع انت خور، خد امك دي وخور. انت عايز تعمل لنا جناح في الفيلا؟ سيبه يا يوسف، انا هفرغ البندقيه دي في دماغك. يا حاج لا. بس انت ساعتها بقى جاني على روحي. ده انت بترفع السلاح في وش ابوك يا واطي يا ناكر الجميل. اللي هيقرب مني هقتله. انتوا اللي رفعتوا عليا السلاح الاول وانا لازم ادافع عن نفسي. سيبهولي بقى، انت جيت لي بقى. انا اللي هقتلك بايدي وهيبقى دفاع فعلا عن نفسي عشان انت دلوقتي مقتحم بيتي. مش هسيب يا بابا.